كل عطوة دقيقة. صك عطوة عشائرية بإقرار واعتراف بعد الاتكال على الله، وبتاريخ 7/5/2023 توجهت الجهة الكريمة من كافة محافظات الوطن إلى ديوان عشيرة آل أبو عياش الكرام في مدينة بيت أمر، وذلك على أثر الجريمة النكراء التي حصلت من قبل عشيرة آل خليل، وذهب ضحيتها المرحوم محمد حسن فؤاد أبو عياش وإصابة عدة أشخاص في ذلك. وبعد التداول في القضية من جميع جوانبها تم الاتفاق على ما يلي: أولا، دفعت الجهة من خلال لابس الثوب الحاج عدنان الرجبي أبو أشرف مبلغا من المال وقدره 10,000 دينار أردني بدل ديرة الظهر. ثانيا، دفعت الجهة من خلال لابس الثوب 10,000 دينار أردني كمصاريف جزء من المصاريف دفن للمرحوم ومصاريف. ثالثا، التزام لابس الثوب بدفع كافة مصاريف المصابين وحقوقهم. رابعا، دفعت الجهة من خلال لابس الثوب الحاج عدنان الرجبي فراش عطوة للمرحوم 1000 دينار أردني، وكذلك مبلغا وقدره 170,000 دينارا أردنيا دفع منها 17,000 دينارا و53,000 يوم الخميس القادم إن شاء الله، وال100,000 دينار لمدة 3 أشهر. تم تسمية التالي أسمائهم متهمين في قتل المرحوم: ميسر حسين حسن خليل، إياد حسين حسن خليل، إبراهيم علي عاقل خليل، محمد علي عاقل خليل، ناصر عايش عبد خليل، محمد عزمي جابر خليل، يوسف عزمي جابر خليل. وقد منحت الجهة 10 أيام من أجل تسمية العناق. وفي حال عدم تسمية الكفل وكان ذلك في وجه الكفل للدفع الشيء. شو لا يا عم أنا أبدأ بالتلفونات ولا أبدأ؟ لا يا عم أنا بعنيش يا أخي نعم اسمع عدنان لبسته. اسمع، صلي على النبي. لبسته أبو عياش طبعا. أبو عياش بفهم الرجبي لو بكره خليل مش بعض الاسماء وبعدين نكمل منه فائده. صلي على النبي. الاتفاقيه صارت في المخابرات كده، هي اللي بتنكتب الاتفاقيه صارت. اعطيني اياها يا زلمه، اعطيني. شيل الاتفاقيه. انا بالنسبه لي اذا قاعدين الان بدنا نتفلج وبدنا نخرب مصاريكم في الحفظ والصون ما انصابت ولا روحنا فيها، اللي شايفينه مناسب تصرفوه. ما بحط اتفاقيات في المخابرات في صك عطوة، هذيك اتفاقات أمنية. ما ذكرناش 6 أبو علي. لا ما اتفقنا 6 ولا 5 ولا 10. قلنا حتى أبو عياش نسمي المتهمين إن شاء الله 20. صلي عليه. صلي على النبي. ما توجع 6 وشابه نسمي اسماء المخابرات. لا هي خلص. انا ما سميتش ولا اسم. انا سميت. انت سمينا اللي بقول انا سميت كذاب. ابن كذاب. يدوروه وانت سمينا. ماليش في المخابرات. انا اللي بسمي. اوعى انا اللي حكي اسمي. شو دخلك على الخط انت الحين؟ انت مخابرات. ها شو دخلك على الخط؟
انت شو دخلك على الخاص؟ انت شو دخلك على موضوع المخابرات؟ شو عرفك في اتفاقي؟ انت شو عرفك في اتفاقي مع المخابرات؟ انا بسألك سؤال، انت ضد المخابرات؟ يا اخي انا الامور يا اخي انا قالوا لي في اتفاقيه على المخابرات وعليها انتم هي الاسامي مغيره حطيناش اسامي ما حطيناش اسامي يا حاج عدنان انت كنت يا حاج عدنان طيب اللي انكتب عند المخابرات بده يمشي وخلص ليش تدخل؟ ما هي الاتفاقيه بين ايديها. تنسخ عند المخابرات. ايوه محمود نفس الاتفاقيه يا حاج عدنان نفس الاتفاقيه. في اتفاق خلص يا حاج ما كان في اتفاق يا ابو سامي لما في اتفاق كان نعم شو إلي هذه مش مشكلتي يا اخوي. يا اخوان بدناش كل واحد اذا سمحتوا واحد يحكي يا جماعه طولوا بالك انا على راس الاتفاق نعم يا في ناس موجوده على الاتفاق لا عم صاروا يسموا المتهمين نعم ليش احنا نغيروا هذا هو صاروا ماشي بس احنا كان في حديث من خلال الجلسه انه المتهمين مبينين في التحقيق من هذا شغل الصبح بالضبط. الان احنا صرناهم معنا 10 ايام خلال 10 ايام بين عنا قدام بينهم ما بينش ان حديث يسلم انسان. جابر على الميكروفون مش في تسجيل. طلع ولا بتفتح. جابر اهدى اهدى يا حموده يا حموده لا يا عم ما حلكش اللي لابسه صوب بدك انا ما بروح هاي مصرياتك ما راح حالي انا نفسي ما راح حالي ما بروح لاني بتمكينه كيف ما انحكى؟ لا حكوا يعني السهم دينا برحل شو بترحل؟ لبسته هاي مصرياتك يا ابن خليك ولا تاخذ يا زلمه شو مالك انت زلمه قاعد عشان يرحمك ويعرف كيف يمشي انت يعرف كيف يمشي الاضرار الماديه. اضرار مدينه نعم نعم هيك انا قصدي. احنا يا اخوان انتهى الحديث هيك بس والكتبه هذه وقعنا عليها وخلاص كل الطوش لا غير شي حكي شو اللي مشنا والله يا عمي هيك في شغل حج فايز رد علي يحكي شو يا حزيات يا عم اهدى انا على المال جاهز امور ثانيه ماليش فيها بالضبط
ما الأثر هو أنا بدفع، أنا واضح أثر أنا بدفع، أما أمور ثانية ما لي فيها. أنا ما بقدر أجيب إسلام، ما المستعد على راسي. لباس الثوب وشو بدك من الإسلام؟ رد عليك. ما لوش علاقة بالإسلام. هذا الجهل اللي معك حق فيه. بالضبط، بارك الله فيك. هي كويس. الترحيل مالكش فيه انت. في الاخير بنقول يا جماعه قلنا بتحملها ما تسجل. انا بكره بيجيني واحد صديقي عنده دكان مكسور بيجي يقول لي تعال وياه. ايوه خلص هذا هو. قال لك انت بتضرب فيها. لا قال لي انا بطرد اذا ثبت عدم مشارك. انا بلغك عن المشارك. المشارك حصاتك حواشه انت حر، المشارك حصاتك حواشه. برا خليل عصاتك حواشه انت حر. وين ابو محمد؟ وين اللواء؟ وين اللي وراه؟ ابو محمد برا. ابو محمد ما قال بالاتفاق. برا ان شاء الله. يا اخواني انا بعيد وقعت الشيطان وفتنة البلاد والعباد. يا اخوي بقول لك في بلد حكيت لك اياها مش عارف بلدي اضرار اللي لحق بالاشخاص خلاف حسين وابو عياش بيتحمل مسؤوليه الداخليه. طيب اسمح يا ابو محترم والله نشتغل خليك معاك. جبت الظاهر تنتقل يا عم استنى يا عم. الاتفاقية التي وقعت لدى المؤسسة الأمنية جزء لا يتجزأ من الصح. شيء الاتفاقيه الوقع عليها خليل لحاله ولا الوقع عليها ابو عياش لحاله؟ ولا اتفاقيه الميه تبعت نهر الاردن؟ لا اتفاقية كل وقفوا بالمخابرات. لا احنا ما وقعنا بالمخابرات، احنا في المخابرات اتفقنا معهم وريتك اياها على الواتساب وقعنا معهم كالتالي. خليل بيجي بدون عناق دم، انا بسمي المتهمين وانا سميت المتهمين. الان حطينا عقاب، قلنا يا عمي هذول المتهمين بتهجروا هم واولادهم بتهجروا من بيت امر، اترجيتوا فيهم 10 ايام وقلنا حياكم الله. بعد ال10 ايام انت مش حاط لي ان عند انتهاء ال10 ايام يا بيجي عنا قدام يا بيهجروا، كاتب لي ان بعد 10 ايام يبين عنا قدام. طيب يا عمي يذكر ان بعد ال10 ايام بيرحل ولا أنا سامحني 7 برحلوا. والله ما بعرف. خذ يا عزيز. بطل شغل كل الامور بطل شغل. لا اكيد. لا انت بدك شغل اللي صارت كمل اللي سويته شغل الطبخ للاخر وبعدين يطلع ايش يخرب الامور واضحه. احنا ما بنقول جبريل في اختلاف على آخر واحد بروح من بيت أمر اختلاف على النصوص. نواصل. مش مسجل عندك؟ كل شيء مسجل. مش مسجل؟ راجع تسجيلك يا عمي وانت حط النصوص. كلها مسجلة ب4-5 كاميرات. راجع تسجيلك وانت عن ابو عياش حط النصوص. مش مشكلة عندي. ما بصير انا يقول لي بند اتفقنا عليه عشان يضحك علي وفي اخر الجلسة انساه وما يسجلش.
كله موثق بالفضائية، كلها موثقة من أولها لآخرها. والله يرحم ابنك يا عم. واحنا شو اللي اتفقوا شو اللي اتفقوا الله يخلي لكم لا رجعي لك، انا عارف علي شو حكيت. ايه لك انا بدي اشوف البدايه بطل. إذا هذه واحدة من العطاوي الصعبة جدا جدا. كان اليوم مخضرمي العشائر الموجودين: طه أبو دي، نواف الزغارني، علي ياسين مخارزي، أبو رسمي الرجبي، أخونا أبو أشرف صديق الهيبرون سترايك شانل، لنا سنوات طويلة بنطلع معاه، الخضر الحروب، الأهل بيت أمر، أستاذ فرحان، أبو بدر. أنا بشتغل بالصحافة إلى 40 سنة، حضرت عطاوي صعبة. أعطيني لكن هذه واحدة من أصعب العطاوي، أعترف إن لم تكن أصعبها. أنا بعتقد إنه البطل أنا بعتقد إنه البطل الحقيقي في هذه العطوة لباس الثوب. أنا ما بقدر أسوي مثله. راح الصوت وراح العطوة على علومها، العطوة على علومها اللي تم أخذها قدام سمع وجمع وسائل التواصل المقروءة والمرئية والمسموعة. سيدي اتفقتوا؟ اتفقنا. عايش على صك العطوة ما تم التوافق عليه، بدنا نعمل صياغة صك مشان فاهم علي نرتب أمورنا وفق ما تم التوافق عليه خلال العطوة. إذا هذا هو. نعم. إذا الأمور لم تنتهي. لا الحمد لله انتهت الأمور، انتهت الأمور، منهي الأمور على علومها والحمد لله. إذا انتهت على علومها، يعني اللي صورناه متفقين عليه، بس بدهم يكتبوا الصياغة. هذا اللي فهمته. أبو أستاذ عبد الله، الأستاذ بيقول لي إنه اتفقتوا على اللي صار، كنتوا كتبوا صك العطوة. نعم، إذا بتنكتب العطوة شو اللي صار؟ اتفقنا زي ما هو مصور. إذا تكتب العطوة كما اتفق عليه فيش عندي مانع يا أبو عياش، لساني بربطني قبل قلمي، ما في عندي أي مشكلة. إذا صار أي تحريف أو تغيير في البنود أنا ما بوقع ولا بعترف فيها. إذا صك العطوة هو اللي وثقناه، انتهت. اللي مصور. ايوه ما انا شو بقول لك؟ لغايه لما تيجيني. اذا مش اليوم معناها اليوم انا ممدد لك هدنه لبكره وبكره بتيجي عطوتك، لا، عمر العطوه ما تمددت هيك، بمدد لك هدنه. انا ما انتهت اعطيني صكي اللي انا حج علي يا حج بدناش انتو. رد عليك، صلي على النبي. اول اشي العطوه انتهت رد علي ما هو لا بس خلنا اقول لك، مش مخلواني ولا حدا رد. فرجاء العطوه بتجيك، لانه والله تعبانين امانه الله. خلاص بنجيب لك العطوه مثل اللي حكيت، البند اللي حكيته انا عارفه. لا في غيره كل لا في تغيير. يا ابو علي انا مديت لك هدنه يا ابو محمد، الله يمسيك بالخير. انا مديت لك هدنه من هان لبكره الظهر، جيب سك عطوتك، خذ عطوتك وجيب شكاتك، لان كمان ما كملتش الشكات المتفق عليه. بتجيب تكمله الشكات وبتجيب سك العطوه، تصبح انت في حيز العطوه. غير هيك انت في هدنه لبكره الظهر، وهي تلفزيون بالشد والتصوير بالشد. إذا يا إخوة إن شاء الله نكون شهود خير. انتهت لحد هاي اللحظة. اليوم يوم متعب مرهق.